ومعلقة لنعمل أطيب كريب شوكولا بالعالم بنحتاج بيضتين ومعلقة صغيرة من الفانيلا وبنخفقهم كتير منيح، كوب من الحليب ومعلقتين كبار من السكر. ندوب السكر منيح. وهلا رح انخل كوب الا ربع من الطحين، وحطيت رشه من البيكنج باودر، وهلا رح بلش اخفق. اذا عندكم خلاط فيكم تستخدموا الخلاط. وهلا رح نزل معلقتين كبار من الكاكاو. الله على ريحه الكاكاو. وهلا رح ضيف معلقتين من الزيت النباتي. وهذا هو القوام المطلوب. وهلا رح اتركها ترتاح 10 دقائق. وبالمناسبة هذا التوت حطيته منظر، ما رح استخدمه بالاكل، بس شكلهم حلو ما؟ انه ديكور يعني، بما انه هلا موسم التوت. وبما انه موسم التوت اقترحوا علي اكلات بتعملوها. بنحمل تقلاية التفال على النار وبنخبز الكريب بهي الطريقة. وبس تنشف منيح بنقلبها على الجهة الثانية. يا سلام، الجهة الثانية ما بدها غير ثواني بس. وهيك الكريب صار جاهز. شوفوا ما شاء الله، وشوفوا للطراوي. وللحشوة بدي موز، وبدي كمان شوكولا، وانتو حشوها بالشيء اللي بتحبوه. استخدموا اي نوع شوكولا انتو بتحبوه. بنلفها هيك وبنجيب هالجاط الجميل وبنبلش نسطرهم فيه. شوفوا لي لهالمنظر، يا الهي، اللمسات الأخيرة. وهيك أكلتنا صارت جاهزة. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تعملوا فولو وتحطوا لايك وتكتبوا لي رأيكم. اكتبوا لي كمان طريقتكم بالكريب، وإذا مجربين كريب الشوكولا أو لا. إذا مو مجربينه نصيحة جربوه. بحبكم كتير، باي.